لانه مش فاهم انا الكابتن جمال عبد الحميد. وبصراحه الكابتن جمال عبد الحميد مصمم ان احنا نقف معاه كل شويه عند نقطه، مصمم وحاجات يعني غريبه جدا. كابتن جمال كان له وجود رائع جدا في النادي الاهلي، شارك وجاب بطولات وعمل اسمه، واصيب واهمل وحدوته كبيره جدا ادت الى ان النادي الاهلي يستغنى عنه بعد ما عالجه وبعد ما صرف كل اللي صرفه. ومش ده الموضوع ولا موضوعنا اسباب الخروج ولا تفاصيل الخروج، لانه خلاص ما ينفعش حد يتكلم فيها دلوقتي، حتى وان كان الكابتن جمال بيقول حاجات من نفسه هو حر فيها. لكن الكابتن جمال يجي دلوقتي مع الزميل مهيب عبد الهادي ويقول حاجة مهمة عن الكابتن محمود الخطيب، اللي الناس كلها شايفة ان هو الأسطورة اللي نجوم العرب بيتغنوا بيه. كابتن جمال عبد الحميد له رأي مختلف، هنجيبه ونسيب الكابتن جمال عبد الحميد يرد على جمال عبد الحميد. انا في يوم من الايام مدرب كان بيلاعبني وكان منتخب مصر واساسي وهداف الفرقه، فجاء قال لي انت واحد اللعيبه كده، بس الجرايد كاتبه هو اقوى شويه فميزانه وقع شويه فهو اللي هيلعب النهارده وانت البديل. قلت له خلاص انت بتقول لي ليه؟ ما انت كده كده هتلعبه، يعني الجرايد اما حطيتها بقت الميزان ليه اكتر. قال لي قلت له خلاص لا. مين؟ لا ما اقدرش. لا المهاجم. بص المهاجم كان الخطيب. بص كان منتخب مصر. المدرب كنا منتخب مصر، ما كناش في الاهلي. منتخب مصر كنت انا في الزمالك. سنه كام؟ لا بس لا الله يرحمه الله يرحمه. لا سنه كام؟ بقول الله يرحمه مش هقدر اقول اسمه. فقال لي الكفه بتاعته نزلت شويه من الجرايد فهو اللي هيلعب. قلت له انت بتلعبه عشان الجرايد؟ بتلعبه عشان الجرايد؟ حاضر يلعب. هو كابتن الخطيب محتاج جرايد؟ ده اللي انا عايز اقوله. يعني هو كابتن الخطيب محتاج ان احنا لك احلى حاجه نتكلم عليه في الجرايد؟ ان الجرايد يعني انت جايب لعيب وهقول لك لا هقول لك حاجه جايب بيبو الجرايد يعني هذا الاسطوره هتضغط ان تلعب الخطيب كله بيتفرج عليه مش ممكن وبيستمتع. طب اقول لك حاجه بقى، مستني جورنان لازم يدينا حته كده، لازم يدينا حته كده يا كابتن جمال. انا قلت مين اللعيب ده؟ قال لي كابتن الخطيب. اقول لك حاجه بقى، اقول لك حاجه محتاج جرايد تكتب. اقول لك حاجه بقى خليه يكمل بس عشان بس يحاول يبرر اللي هو عمله، الكارثه اللي عملها دي. اقول لكم حاجه مهمه بس. هيدوكوتي كان مين بيلعب في هيدوكوتي وانا بلعب؟ محمد عباس. وانا بلعب محمد عباس؟ لا الخطيب بيقعد. كابتن الخطيب. لو الخطيب بيلعب محمد عباس كان بيلعب. انا كنت بلعب ولا كنتش بلعب؟ كنت بتلعب. لا انت جيت فتره ما لعبتش. لا انا كنت اول ما ابتديت لعبت كام سنه. لعبت معانا واهلي وزمالك. عمري ما قعدت احتياطي في النادي الاهلي. بقول لك يا كابتن عمري ما قعدت احتياطي في النادي الاهلي. كابتن جمال الخطيب كان ده انا كابتن الفرقه وانت بتلعب. اما كنت بلعب كان الخطيب بيلعب ولا ما بيلعبش؟ بيلعب. طب هيدوكوتي عمل ايه؟ طب اقول لك على حاجه تحتيه. ايوه بقول له يا كابتن طب ما انا بلعب، ما الخطيب بيلعب لازم يلعب، وانا بلعب كده في النادي الاهلي كنت بلعب كده تحتيه. قال لي لا بس احنا عايزين راس حربه واحد، فكفته نزلت عملت شويه. طب ما تلعبنا مع بعض. كابتن انت خسرت ليه؟ كابتن جمال ليه؟ ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضل. كابتن الخطيب لو برجل واحده يلعب على اي حد. كابتن الخطيب لو برجل واحده يلعب على اي حد، ده مهيب عبد الهادي حسمها له. لكن كلام الكابتن جمال، هو الكابتن الخطيب بقيمته وبتأثيره وبموهبته وبمكانته في فترته كان محتاج ان الجرايد تضغط عشان الخطيب يلعب. بالمناسبه الكابتن اللي هو بيشير اليه جمال عبد الحميد يقصد الكابتن عبد صالح الوحش عليه رحمه الله، لان هو اللي كان ماسك المنتخب. والكابتن جمال مش عايز يفتكر انه مباراه 85 مصر بتلعب مع المغرب والكابتن الخطيب مش موجود، كان مصاب. مصر بتلعب في المغرب في مباراه تودينا كاس عالم، يجي لنا ضربه جزاء، الكابتن جمال مش من الاربعه المرشحين ان هم يشوطوا البنالتي، خد الكره وصمم يشوطها وضيعها، وضيع فرصه ان احنا نتاهل لكاس العالم لان احنا شلنا هناك 2. ما كانش الخطيب في الملعب، بس الخطيب بتاثيره. ده كابتن الخطيب وهو بيلعب في الفتره اللي جمال عبد الحميد فيها في النادي الاهلي. كابتن جمال وهو في النادي الاهلي من 76 ل 82. كابتن الخطيب في الفتره دي بس سجل 72 جون. كانت الجرايد هي اللي بتلعبه يا كابتن جمال؟ ولا ده كلام للاجيال الجديده اللي ما عصرتش وما شافتش فتبني ارائها بناء على كلام زي كده ملوش اي لازمه. اي لازمه. 72 جون الخطيب سجلهم مع النادي الاهلي في الكام سنه اللي جمال عبد الحميد موجود فيهم في النادي الاهلي. لكن هتروح بعيد ليه؟